المشاركة. أحمد حجازي كابتن خالد مدافع نادي فورنتينا جاهز للمشاركة أو سيكون جاهز للمشاركة مع نادي فورنتينا الإيطالي في الموسم القادم. وبعد المباريات الودية نزل مع فريق فورنتينا الأسبوع ده بيتمرن تمرين خفيف بعد إجراء طبعا عملية الرباط الصليبي. أتمنى التوفيق. حجازي من اللعيبة الكويسين، عنده مستقبل كويس، هنحتاجه كمان في تصفيات كأس العالم بإذن الله في المباراة اللي جاية في شهر 6 إذا كان جاهز بنسبة كبيرة. أعتقد كمان النادي فورنتينا في الوقت الحالي مع مونتيلا مع إدارة فيورنتينا عندهم أمل كبير جدا للعب في دوري أبطال أوروبا. المنافسة شرسة ما بينهم وبين نادي ميلان. أتمنى التوفيق لحجازي وأتمنى التوفيق لإدارة فيورنتينا وفريق فيورنتينا اللي في الوقت الحالي من أفضل فرق الدوري اللي موجود على الساحة الإيطالية. نعم. ننتقل لواحد آخر وهو محمد صلاح. بازل السويسري الديلي ميل حدد سعر محمد صلاح ب 15 مليون دولار. صحيفة الديلي ميل طبعا يوم الجمعة قالت إن محمد صلاح ثمنه في السوق 15 مليون دولار. احد مسؤولي توتنهام تابعه في مباراه بازل وتشيلسي وتابع محمد صلاح، لكن كانت هذه المباراه ليست من المباريات الجيده لمحمد صلاح في بطوله اليوروليج. يعني هي مباراه، يعني اعتقد انها مباراه للنسيان، بس طبعا يمكن مش محمد صلاح لوحده، فرقه بازل كلها فرقه في الشوط الاول في رايي كانت من اصعب المباريات اللي اتلعبت. انا شايف ان دي قله خبره بالنسبه لبازل، قله خبره لمدير فني كمان لبازل، خبره رافائيل بينيتس وكمان مجموعه لعيبه تشيلسي، الامور التكتيكيه اعلى لفريق تشيلسي. لما فريق بازل حب يستعاد بعض الامور في الشوط الثاني شفنا يمكن بعض الامور او النواحي الهجوميه بالنسبه لفرقه بازل، ولكن اعتقد ان فرقه بازل كلها في الشوط الاول مش محمد صلاح كانت بعيده عن المستوى، وكان في رهبه او خوف من السيمي فاينال لاول مره في تاريخ نادي بازل السويسري. نعم، 9 أهداف في 33 مباراه منذ قدومه لبازل السويسري، هذا هو محمد صلاح. ننتقل الى لاعب اخر هو محط انظار ايضا بازل السويسري، هو احمد رفعت بيؤدي تدريبات طبعا مع فريق بازل السويسري قادم من نادي انبي. بعض التقارير في سويسرا بتشير كابتن خالد الى ان احمد رفعت احتمال ينضم الى بازل السويسري، ويكون هناك الثلاثي المصري كله من محمد صلاح ومحمد النني واحمد رفعت. يعني اعتقد ان رفعت ممكن يكون بديل لصلاح لو صلاح مشي. يعني رفعت بيلعب على الجبهه اليسرى وممكن يلعب على الجبهه اليمنى حسب، يعني لانه لاعب عنده موهبه عاليه جدا برضه في حته الدريبلينج، ولاعب امكانياته الفنيه كويسه جدا وعنده ثقه في نفسه. فممكن يكون رحيل محمد صلاح، اذا رحل محمد صلاح اي نادي من الانديه الكبيره اللي بيتكلموا عليها بعض وكلاء اللاعبين، لان سمسره عندنا بره في وكلاء لاعبين، حتى الصحافه الاوروبيه كلها، ممكن يكون البديل القادم لمحمد صلاح في بازل السويسري هو احمد رفعت، وانا شايف ان عنده مستقبل كبير جدا، اتمنى له التوفيق. نعم. هاخد بعض الرسائل الفيسبوك في النهارده، وطبعا انتظر تليفوناتكم على الفيسبوك الخاص بنا، وايضا سنتحدث مع الاثنين اللي كانوا طبعا